نحن اليوم بأفاميا قابيل روتانا. مثل ما شايفين نجمتين والأسعار وصلت للمليون. تعالوا نفوت نشوف الأجواء ونشوف القعدة ونشوف الأسعار كلها بشكل عام. أول ما تدخلوا هيك الشاليهات في كراج على جنب، هاد مدخل البحر والشاليهات. طبعا هو شعبي فما كتير في فخامة بالبناء أبدا، بس الشط بيغير كل شيء. كتير حلو ونظيف، في خضار وفي رمل، في شجر وفي بحر. كتير حلوة الأجواء والعالم هون عائلية، أولاد وعائلات كمان. القعدة كتير مريحة، القعدة كتير حلوة، رواق. العالم بلشت تجي، بلشنا اللايف كان شوي قصة فاضي لأنه جينا بكير كتير، بس القعدة والأجواء جدا رائعين جدا رائعين جدا رائعين. ويلكم فيها. الشط كتير حلو، في قعدات بس بتدفعوا دخولية على الشخص 30,000. هدول القعدات شاملة الدخولية، وفيكم تستأجروا كراسي الكرسي ب7,000، وفيكم تستأجروا شمسية مع كراسي مع طاولة ب75,000. في ندوة بس ما بتفتح للساعة 10. بشكل عام كتير القعدة رايقة. في شاليهات كمان فيكم تستأجروهم، ما بعرف شو الأسعار. أنا باخدكم جولة بشكل عام. في شاليهات كتير فخمة وفي شاليهات عادية لقدام، في شاليهات على شكل فيلل. الأسعار رح تشوفون. هدول الجيت سكي كمان ما كانوا لسه مبلشين على الساعة 9:30. الشط كان كتير حلو هيك صباح يوم الجمعة على البحر، والله العظيم بيسوى الدنيا. مين مشتاق لهيك صباح اكتبوا لي بالتعليقات وتابعوني. لا الجيت سكي سألت لكم، الجيت سكي بالساعة مليون، بدكم تحكوا بالربع ساعة 250,000. شاليهات كمان الأجارات بتبلش من 300,000، انتوا طالعين للمليون. التكييف ببلش من شاليهات 800,000 لشاليهات المليون، تقريبا من الساعة 9 الصبح للساعة 6. بعدين بتنقطع الكهرباء ساعتين، انه بيفصلوا المكيفات، وبترجع من الساعة 8 للساعة 6 الصبح تقريبا. هاي الأجواء. نحن هون بأفاميا، اللي كان معي بالبث شاف الأجواء كتير حلوة، بس بدي أقول لكم تابعوني كامل لله.